السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ راجعلكم بفيديو الفرحة، بالفيديو الجميل، بالفيديو اللي كل ام لما بتعمل في البيت بتحس بالريحة الحلوة وبتحس كده بالعيد. كل سنة وانتم طيبين. ومين قال ان بعد العيد ما ينفعش نعمل الكحك؟ لا طبعا. انتي جبتي وولادك صحة وعافية اكلوا، طب انتي عايزة تعملي كحك تاني ملحقتيش تعملي من دوشة رمضان واحنا في العيد. وتاني يوم العيد بعمل لكم احلى كحك ومقاديره سهله، وهيطلع بقى ايه؟ كحك دايب من بتاع جدتي وجدتك. تعالي اقولك على اسهل واجمل مقادير هتطلع لك الكحكايه المظبوطه. عندي هنا كيلو من الدقيق، يا اما متعدد الاستخدامات يا اما تجيبيه مكتوب عليه بتاع الكحك والبسكوت. انا فضيته وحطيت عليه معلقتين من السمسم. كيلو دقيق بياخد معلقتين سمسم ومعلقتين من السكر. عايزه سكر بودره مفيش مشكله، لو مش هتحطي سكر بودره انا دوبت السكر في الميه اللي هنزل بيها على عجينتي الحلوه اللي هعجنها دلوقتي. لو هتجيبي سمسم ابيض طبعا اللي هيقدح السمنه. ومعانا طبعا كيلو دي بياخد نص كيلو من السمنه. انا سخنت السمنه كويس قوي وهنزل بيها، وانا كده كده عندي السمسم متحمص فمش هحمصه قوي يعني. لكن انتي لو عايزاه تحمصيه وهو بيبقى ابيض فبتعملي بقى الحفره كده وبتحطي السمسم جواها الابيض المعلقتين بتوعك وتنزلي بالسمنه الحلوه، ولغايه بقى ما تشربي وهنبس وهنبصي. هنعمل كل حاجه حلوه مع بعض خطوه بخطوه. وانا هحشيه بايه؟ هحشيه بملبن وبعجوه. العجوه بتاعتي جبتها وحطيت عليها حوالي ربع كيلو عجوه، حطيت عليها معلقه برضه من السمنه ودعكتها كويس وقطعتها. عايزه تحطي جواها مثلا اي مكسرات مجروشه مفيش اي مشكله، عايزه تحطي سمسم فيها مفيش مشكله. وعندي بقى الملبن الجميل برضو جبته وقطعته وعملته بالسمنة الحلوة بتاعتي وهكوره. وحطيت له بقى نقطة كده من ريحة الكحك. يا جمال الملبن لما تحط له نقطة كده من ريحة الكحك. ومعايا طبعا ريحة الكحك الحلوة، معانا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الخميرة، ويلا بينا نعمل مقاديرنا. بنبدأ بقى هنا ان احنا نقلب المكونات كلها مع بعض ونبس العجينة نبسها يعني. ناخد كده زي ما انت شايفة بايدي وابتدي ما بين راحة ايديا ان انا افرك العجينة كويس جدا لغاية ما انعمها. التنعيمة دي هي اللي بكعكة تدوب جوه بقك، بتبقى جميلة وهشة وطرية وتتفرفت كده يبقى الكعك الدايب. نقعد بقى نختبرها كده ونزود بقى. هنا كانت الخميرة مع شوية المية اللي انا مدوباهم، وكنت مدوبة فيهم معلقتين السكر علشان، او تحطي سكر بودرة على حسب ما انت عايزة. وترشرشي بقى كده لان الدقيق او عموما حتى لو هي اتعجنت بالسمنة لازم تضيفي لها حوالي نص كوباية من المية. وهنبتدي بقى نعجنها ونحط بقى القمر اللي بتدي فعلا ريحة الكحك بتاعت زمان، ريحة الموز. زمان جدتي وجدتك كانت بتعمل كحك بريحة الموز. وده كده انا كنت عجنتها وابتدي بقى ان انا اختبرها واعرف اذا كانت هتبقى كويسة ولا لا. طالما اتعملت كده معايا ومش مشققة وطرية كده ما بين ايديا زي الملبن كده، دي كده عجينة ناجحة. شايفة الجمال؟ شايفة الطراوة؟ شايفة مفيش تشقيق ازاي؟ اختبرتها. تسيبيها بقى ترتاح شوية وهتبتدي تعجنيها. عجنتها وبأسهل طريقة بصمتها، حشيتيها بقى عجوة، حشيتيها ملبن. كل نقشة العجوة تعمليها بشكل، نقشة الملبن بشكل، السادة تسيبيها بشكل عشان تبقي عارفة. بجد دي مقادير مظبوطة جدا ومش هيتكلف معاكي، هتعمليه في البيت بأحلى سمنة وهيطلع معاكي أعلى جودة من أحلى كحك تشتريه من بره. أسعار الكحك السنة دي غالية معدية ال200. انتي فعليا الكيلو في البيت هيعمل أكتر من كيلو على الميزان. الكيلو دي وهتكوني عملتيه بأقل من 150 جنيه بإمكانياتك وبإيدك وريحة البيت.